عملت لكم فيديو عن أعظم عرض له اتعمل في السنة. العرض اللي هو كل ما تعمل ريفريش تلاقي حد جديد رجع حرفيًا، وعودات وحاجات عظيمة جدًا هتعجبكم كلها. تعالوا أقول لكم التفاصيل، وأول حاجة اعمل لكم سحب على الأيفون، عايز تكسب وصل الفيديو 30 لايك ولما يوصل 30 على الاسم الفايز. وتعالوا أقول لكم الدنيا بتقول إيه. عرض الرو النهارده، العرض بإن جون سينا بيدخل وبيشكر الجمهور، وده على فكرة يا جماعة آخر عرض رو لجون سينا، إن هو استمر 23 سنة بيظهر للناس من قاعة ماديسون سكوير جاردن. وبعدها دومينيك بيقاطعه. لو اللي ما يعرفش ان دومينيك خسر البطوله من جون سينا الاسبوع اللي فات. جون سينا اخدت فرصه ما تستحقهاش، وكنت بتاخدها دايما طول مسيرتك، ده العادي بتاعك. الماتش عاده. سينا قال له ماشي، الماتش اتلعب النهارده. دومينيك قال له لا مش النهارده، ولو لعبت النهارده هيبقى ده لصالحك انت عشان جمهورك. انا هتحداك في عرض سرفايفر سيريز على القعده. سينا قال له انا موافق. بيدخل الجادجمنت داي ويهاجموا جون سينا. بعد كده بنلاقي الوريور شيمس بيخش يساعد جون سينا، وبيتصعدوا بعدها ان هم بيبقى ريمستيريو يخش معاهم. فبيبقى ماتش ثلاثي، ده 3 ضد 3. جون سينا وشيمس وريمستيريو ضد جادجمنت داي. وطبعا فريق جون سينا اللي كسب. نيك ألز بعدها لادم بيرس ويقول له انا متعصب بسبب اختيار بول هيمن لدرو ماكنتاير في الفريق، وانا اصلا طارد درو ماكنتاير قبل كده. تدخل ستيفاني باكير عشان تعمل مقابله، لكن اثناء دخولها بتظهر نيكي بيلا وتهاجمها. ونيكي بيلا قلبت هيل عليها الاسبوع اللي فات. بتقول لها انا ما رجعتش عشان تبقى بعيد عن الضوء وكده، ولا ابقى مساعده ليكي. انا راجع عشان ابقى شريره ورقم واحد في القسم ده. اطلب من ستيفاني باكير انها تحدد ماتش بينهم على اللقب. العداوه دي ميته جدا، ستيفاني باكير مصارعه تقيله جدا، ونيكي بيلا دي ملهاش فيها ومعجزه. وهي كل وجودها في الحياه انها عندها 10 مليون فولور على انستجرام، وانها كانت صاحبه جون سينا قبل كده. فدي عداوه يعني دفن خالص لستيفاني باكير، خصوصا انها كانت ضمن لها السرفايفر سيريز اللي هو عرض مهم غالبا عشان الور جيمز واخد اغلب الاسامي التقيله. من اول من حاجه زي كده شارلوت فلير بصراحه ظهر الكابيكو واريورز اللي بيلي ويقول لها انها تنضم ليهم في ماتش الور جيمز اللي هي فريق اسكا والناس دي، بس بيلي بترفض الطلب ده. نيجي بقى على ماتشات التصفيات بتاعت الخصم الاخير لجون سينا. سولو سكوا ضد واحد مجهول. جينا كلنا مين المجهول؟ دولف زيجلر، ودي كانت حاجه عظيمه جدا جدا. دولف زيجلر ده مصارع محبوب جدا في الشركه، ومصارع اداؤه عظيم فشخ. في عرض الدبليو دبليو اي بعد غياب رجع دولف زيجلر، والغباء جدا انك كسب سولو سكوا. بس هكلمكم في اخر العرض ده ليه غباء. اليكسا بليس وتقول ان شارلوت فلير بتتجاهلها مش بترد على رسائلها وكلمتها وكده، رغم انها متفاعله على انستجرام. وبعدها بتقول انها كانت عارفه انها تظهر الجانب ده منها. بعد كده بيدخل فريق اسكا ونيا جاكس وبيهاجموا اليكسا بليس. بيردوا عليهم ريا ريبلي واي سكاي ويساعدوها، لكن بيفشلوا. وبترجع شارلوت فلير وتنضم لهم. فلير كانت قالت الاسبوع اللي فات انها مش هتنضم لفريق ريا ريبلي لانها ما بتثقش فيها. ماتش بيكي لينش ضد ماكسين دوبري، ده الماتش الثالث مره يتعمل. طب ماتش بنفاجئ بايجي لي بترجع، وبيكي لينش بتشتت انتباهها معاها، تفوز ماكسين دوبري وتخسر بيكي لينش البطوله. ده برضه قرار غلط جدا، لان ماكسين دوبري دي مصارعه عاديه قوي، وبيكي لينش اتقل من كده، وكانت مديها بطوله. اهم بطوله سيدات في العرض كانت هي بيكي لينش. كده بيظهر روكسان بريز وراكيل رودريجيز، بيبقوا متعصبين بسبب ان نيكي بيلا اخد فرصه على اللقب، انها تسببت في خساره راكيل رودريجيز. ان اللقب هيجي لجادجمنت داي قريب. التصفيات الاخير لخصم جون سينا، جونتر ضد جيفون ايفنز. وطبعا جونتر رجع بعد غياب 100 يوم وكسب. تظهر ايجي لي بتقول ان في مشاكل بينها وبين بيكي لينش ولسه ما انتهتش. وبعدين بتظهر ريا ريبلي وتقول لها يا ايجي لي انا عايز اتكلم معاكي، وده معناه انها هتنضم للفريق دي وده هتنضم للفريق التاني. يدخلوا ذا فيجن وبيقدموا بول هيمن وبيقولوا ان ده احسن فريق زي يعني احسن فريق في الور جيمز، برغم انه زي فريق بلاد لاين قبل كده. بيدخل سي ام بانك والاوسوس وكودي رودز اللي هم الثلاثه المعروفين، وبيهاجموا الفريق. ووسط سيطرة سي ام بانك بيدخل بروك ليزنر. حاجة غريبة جدا، هو بروك ليزنر رجع بعد غياب كتير قوي، وكله قال لك ده رجع على الفاضي. الا المرة دي رجع النهارده في عرض الرو وانضم لفريق ذا فيجن، وبدأ يهاجم سي ام بانك وكودي رودز. بعدين لقينا ترايبال شيف رجع رومان رينز وبدأ يهاجم بروك ليزنر. يا جماعة المواجهة بين بروك ورومان دي عظيمة جدا، وما كناش متخيلين نشوفها تاني. اديله سوبرمان بانش، وبعد كده دخل برونسون ريد وهاجم رومان، بس رومان بيصد ليه يعني، ويعمل له سوبرمان بانش. وبتيجي الشرطه عشان يبعدوا الشغب ده عن بعض. رومان يعمل سبير للشرطه، وبرونسون ريد كسر عليهم الحاجز. دي قفله عظيمه جدا جدا. العرض ده اسطوري، اقل كلمه تاني. الرو يا جماعه هو احسن عرض في السنه، وده متوقع لانه كان عرض روب ومشاركه جون سينا الاخيره في قاعه ماديسون سكوير جاردن دي. بس في 3 حاجات بصراحه كانوا ممكن يخلوا عرضه في حته تانيه. حاجه دولف زيجلر، يعني ايه دولف زيجلر يرجع بطل تي ان ايه قبل كده من كام شهر ويخسر لسولو سكوا؟ طب انت ايه التاريخ بين سولو وجون سينا عشان تحط سولو في التصفيات؟ التاريخ بين جي اوسو وجون سينا عشان تحطه عن زاميس في التصفيات؟ يعني لازم نركز برضه بالماضي شويه، ان هو حتى كاداء، يعني هي لو اداء يا تريبل اتش كنت هتلاقي نفس الاداء. يعني دولف زيجلر ده كان رقم واحد في تي ان ايه، وكان بيلعب احسن من دولف زيجلر من سولو سكوا ب 1000 مره.
وذا ميز بيلعب احسن من جي اوسو 1000 مره. بس دبليو دبليو برضه مش عارف ليه عملت كده، ان هم يكسبوا عندها فكره ان النجوم بتاعها يكسبوا الجايين من حته تانيه. حاجه جون سينا ودومينيك ماتشهم اللي فات كان وحش جدا على فكره، ومفيش اي كيمياء بينهم. تعمل ماتش تاني بينهم وانت عندك كام مشاركه متبقيه لجون سينا؟ معنى كده ان جون اصلا يخسر البطوله لدومينيك في السرفايفر ساعه الجادجمنت داي ودفع لدومينيك يعني. كعاده دومينيك، كعاده سينا بيحب يدفع الشباب. دومينيك محتاج يدفع ايه دلوقتي وعلى حساب اهم نجم في الشركه؟ فما اعرفش. الماتش في تاريخ عرض رول جون سينا ازاي تخليه ماتش تاك تيم؟ يعني ما كانش عارف تخليه ماتش فردي. لعبه ضد شيمس، الناس بتتنشأ على الماتش ده، كله عمال يقول لك عايزين ماتش سينا ضد شيمس يبقى زي بتاعه مع سامي زين. البطوله حتى لشيمس، يعني ليه دومينيك ده محصورين فيه؟ ده قعد 200 يوم. عارف والله ان هو موهوب وان هو مش زي جاي اوسو والناس اللي هي بيتقال عليهم العاهات دول، بس يا جماعه مش كده. ده احنا جون سينا ده لعيب بصين له سنه واتنين واحنا اللي بنقول نمشي بس. قفله منطقيه على الاقل. ما اعرفش بصراحه، في حاجات كتير بتموت وتطفي. وانا كنت ممكن عملت لكم فيديو لسه ما نزلتوش عن ليه تريبل اتش قراراته غلط. وهي ان تريبل اتش بيتمسك باتنين تلاته اقتنع ان هم صح، فيقعد بقى يحلب فيهم ويديهم كل الدفعات اللي ما لا نهايه. دي حاجه غريبه يعني. ده كان عرض رو قبل اي حد على اليوتيوب. بصوا يا جماعه، انا قدمت قناه للربح تمام وهي اترفضت بسبب ان كان في محتوى قصص صوتي قبل كده بعمله. بعد كده مسحت المحتوى ده وتواصلت مع ناس دفعت لهم يعني فلوس ان هم يقدموا لي فيديو اعاده الطلب. ففيديو اعاده الطلب ده بيتقدم خلال 3 ايام وكده. القناه واتنقل حققت الربح فعلا وكده، ابتدي امسح القصص بالتدريج القديمه واسيب المصارعه بس. وهي لو حققت موضوع التفاعل والسحب ده يزيد معاكم جدا جدا، لان انا خلاص يعني انا جالي خير اشاركه معاكم وكده. فدعواتكم بقى وحاولوا تتفرجوا على الفيديوهات للاخر وتوصلوا فيديو 40 او 50 لايك عشان ده شيء مهم جدا وفارق قوي في حياتي. الموضوع السحب ده هيتم ازاي؟ يوم الخميس او النهارده لو الفيديو يوصل 50. الناس اللي كاتبه لي كومنتس فؤاد والناس دي احلى تحيه ليكم، انتوا في مدارس دلوقتي ربنا معاكم. اشوفكم في حلقه جديده. معاكم ادهم. مع السلامه.